بينما الأغلبية كان كيتسنى الاعتزال ديال مودريتش. يخرج توني كروس وكيقول بأنه غادي يعلق الحذاء ديالو، أنه غادي يعتزل كرة القدم، خاصة بعد 10 سنوات مع الريال مدريد. فاز بعدة ألقاب مع الريال مدريد في البرنابيو. توني كروس من بعد ما جاء للريال مدريد من بايرن ميونخ من بعد 10 سنوات ديال العطاء، خاصة وأنه قدم 463 مباراة اللي سجل فيها 28 هدف ومر 98 اسيست. توني كروز اعلن في الانستغرام ديالو على انه غادي يكون الاعتزال ديالو بعد نهاية دوري ابطال اوروبا التي سوف تقام يوم 1 يوليو. توني كروز اللي جاء لقلعة البرنابيو من بايرن ميونخ اللي تقريبا لعب مدة 10 سنوات مع الريال مدريد، خاصة وأنه التحق بالريال مدريد سنة 2014، خاصة وأنه بدع كتير في خط وسط ريال مدريد اللي لقبوه الجماهير ديالو بالمهندس والأنيق مع ريال مدريد. توني كروز اللي فاز بمجموعة من الألقاب مع ريال مدريد: 4 ألقاب أبطال أوروبا، 5 كؤوس العالم الأندية، 4 ألقاب الدوري الإسباني وواحد ملك إسبانيا. كذلك توني كروز اللي فاز بعدة ألقاب مع الفريق ديالو السابق البافاري بايرن ميونخ، خاصة فاز بأنه سنة 2013 بالثانيتين في الدوري وكذلك كأس المحليين ودوري أبطال أوروبا. توني كروز اللي فاز بكأس العالم سنة 2014 مع بلاده. أخيرا توني كروز بعد مجموعة من الألقاب ومجموعة من الكؤوس، توني كروز قرر بأنه يعتزل في أوج العطاء ديالو مع ريال مدريد، خاصة لأنه صدم الجماهير ديالو كذلك محبين توني كروز ومحبين ريال مدريد. توني كروز اللي ما غاديش نشوفوه مازال على أرضية الملعب الخضراء، خاصة وأنه غادي يعتزل كما قلت لكم بعد النهاية القادمة إن شاء الله في 1 يوليو. نتمنى التوفيق لتوني كروز في المباراة النهائية الأخيرة له. هنا كيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى أنه ينال الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي جديد. أخوكم عادل، مع السلامة.